السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي. النهاردة إن شاء الله مراجعة سريعة كده على أهم المتشابهات بين الملوك اللي احنا درسناهم طول الترم الأول. كل الملوك اللي درسناها خلال هذا الترم هنشوف ايه المتشابه ما بينهم وهنركز عليه النهاردة في حلقتنا. يلا ندخل في الموضوع على طول. هنلاقي ان الملك سنفرو سنوسرت الثالث وحتشبسوت ونخاو، الأربع ملوك دول كانوا بيتشابهوا في الاهتمام بالتجارة الخارجية. فمثلا هنلاقي سنفرو أرسل بعثة لفينيقيا لما أرسل 40 سفينة لجلب خشب الأرض. أما سنوسرت الثالث هنلاقيه مثلا حفر قناة الجندل في صخور الجندل الأول لتسهيل التجارة الخارجية بين مصر وشمال السودان والدول الإفريقية. أما بالنسبة لحتشبسوت هنلاقي إنها أرسلت برضو بعثة للتجارة الخارجية لبلاد بونت، وكذلك الملك نخاو اهتم بإرسال بعثة للدوران حول أفريقيا. كل دول كانوا بيهتموا أو بيشتركوا في الاهتمام بالتجارة الخارجية. طيب تعالوا نشوف كده الملك مينا والملك منتحتب الثاني وأحمس، الثلاثة تشابهوا في إيه؟ الثلاثة تشابهوا في إنهم كانوا دايما بيسعوا لوحدة البلاد وعدم تفككها. يبقى بيتشابهوا في فكرهم السياسي، حيث كانت السياسة الداخلية وتوحيد البلاد أهم شيء كانوا بيفكروا فيه. يبقى كانوا بيتشابهوا في السياسة الداخلية وتوحيد البلاد. طيب تعالوا نشوف مثلا الملك منتحتب الثاني وسنوسرت الثالث، هل كان في ما بينهم تشابه؟ لو ركزنا شوية هنلاقي الاتنين نجحوا في إخضاع حكام الأقاليم. هنلاقي ان منتحتب الثاني نجح في إخضاع حكام الأقاليم، وكذلك الملك سنوسرت الثالث كان قضى تماما على نفوذ حكام الأقاليم لما ألغى التوريث طبعا وأنشأ نظام جعل كل الأقاليم خاضعة لسلطته. يبقى الاتنين بيتشابهوا في التنظيم الإداري. طيب تعالوا نشوف مثلا الملك مينا والملك أمنمحات الأول وإخناتون، هل في ما بينهم تشابه؟ عايزاك تعمل ستوب كده للفيديو شوية وحاول تفكر ايه التشابه اللي بيربط بين هؤلاء الملوك. هنلاقي ان الثلاث ملوك دول تشابهوا في اتخاذ أو بناء مدن جديدة، حيث اتخذ كل منهم مقر جديد لحكم البلاد. هنلاقي مثلا الملك مينا بنى مدينة منف، وأمنمحات الأول راح أسيد تاو، وإخناتون اتخذ من مدينة أخيتاتون عاصمة للبلاد. طيب يبقى الثلاثة اتخذوا مقرات جديدة للحكم البلاد، إما طبعا للبعد عن المعارضين أو لأسباب اقتصادية أو لأسباب أخرى. المهم إن الثلاثة تشابهوا في هذه النقطة. طيب تعالوا نشوف كده، هل الملك أمنمحات الأول وأمنمحات الثالث في ما بينهم متشابهات؟ هنقول إن الاتنين دول اهتموا بالزراعة. هنلاقي الملك أمنمحات الأول نقل العاصمة إلى أسيتاو علشان يزرع في الأرض بتاعتها الخصبة ويزود من مساحة الأراضي الزراعية، وفعلا زرع أكتر من 27,000 فدان. أما بالنسبة لأمنمحات الثالث فهو بنى سد اللاهون، لذلك أيضا لنفس السبب الاهتمام بالزراعة. لذلك الاثنين هنلاقيهم متشابهين في اهتمامهم بالمشروعات الزراعية والاقتصادية. ناخد كمان ملكين، منتحتب الثاني وحور محب. الاتنين بيتشابهوا في ايه؟ على طول هنقول ان الاتنين بيتشابهوا في نشر الامن والطمأنينة والعدالة بين المواطنين، او ممكن نقول تحقيق الاستقرار بعد فترة من الضعف والتفكك والفوضى. طيب يا ترى الملك سنفرو ورمسيس الثالث هل بيتشابهوا في حاجة؟ الاتنين طبعا بيتشابهوا في بناء الاساطيل. سنفرو بعت 40 سفينة لبلاد فينيقيا لإحضار خشب الأرز لبناء الأسطول، وكذلك الملك رمسيس الثالث. طيب تعالوا نشوف كده مثلا الملك سنوسرت الثالث وأمنمحات الثالث. يلا فكر معايا بيتشابهوا في ايه؟ الاتنين طبعا بيتشابهوا في الاهتمام بالجوانب الاقتصادية والسياسية والعمرانية. ازاي؟ لأسباب كتير طبعا. هنلاقي ان الملك سنوسرت الثالث اهتم بتنشيط التجارة عن طريق حفر القنوات، حفر قناة السويس وكذلك قناة الجندل لتنشيط التجارة الخارجية.
وأما ودي طبعا ده طبعا يعتبر اهتمام بالناحية الاقتصادية. وكذلك هنلاقي إن الملك أمنمحات الثالث اهتم ببناء سد اللاهون، وده طبعا لتنشيط الاقتصاد والزراعة وهكذا. طيب الاتنين اهتموا بضبط أوضاع البلاد والسيطرة عليها، وكذلك المشروعات اللي هم عملوها ساعدت على النمو العمراني. طيب تعالوا كده نشوف ايه المتشابهات بين تحتمس الثالث ورمسيس الثاني ورمسيس الثالث. زي ما اتفقنا كده، اعمل ستوب شوية وفكر مع نفسك ايه ممكن يربط الثلاث ملوك دول. لو ركزنا شوية هنلاقي ان تحتمس الثالث عمل معركة مجدو انتصر فيها، وكذلك رمسيس الثاني انتصر في معركة قادش. أما رمسيس الثالث فقضى على شعوب البحر المتوسط. تمام، يبقى هنا كده اللي بيربطهم التلاتة هم الانتصارات العسكرية، وكمان عملوا امبراطوريات. يعني تحتمس الثالث أول امبراطورية في التاريخ، ويقال ان رمسيس الثاني صاحب تاني الامبراطورية في التاريخ. يبقى ورمسيس الثالث برضو عمل على توسيع الأراضي المصرية أو التوسع خارج الأراضي المصرية. يبقى الثلاثة عملوا انتصارات عسكرية والحفاظ على ممتلكات مصر الخارجية وتوسيع حدودها اللي هي الامبراطوريات. تمام كده، وبكده تقريبا نكون لمينا معظم المتشابهات بين الملوك. أتمنى رب أكون قدرت أفيدكم. أستودعكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.